هو انا مش بنقعد نقول اعملوا محتوى والكونتنت كرييشن ولازم الفيديوهات وتنزل وريلز وبوستات والكلام ده كله من فراغ. الابديتس الجديده بتاعت كل المنصات تحس انها بتقول لك احنا ما بقاش فارق معانا قوي انك تعمل اعلان على قد ما احنا عايزينك تبقى كونتنت كريتور، احنا عايزينك تهتم بالمحتوى. وعايز اقول لك ان الابديتس الاخيره بتاعت البروموتنج بتاعت الاعلانات، الاد مانجرز كلها بقت اللعبه فيها صعبه، لعبه محتوى. فهو انت ما فيش مفر، انت من الاخر انت هتعمل محتوى. لو ما عملتش محتوى بتعمل اعلانات، مش هتشتغل كويس غير بمحتوى كويس. ما بتعملش اعلانات وهتشتغل اورجانيك برضو عايز محتوى كويس. فانت لازم تعمل محتوى، لازم تتعلم تقف قدام الكاميرا، تصور، توصل رسالة من خلال صوت وصورة، تكتب بوست صح، تديزاين حاجة حتى لو مش هتعرف بالاي اي. يعني اللي هو من الاخر الموضوع ما بقاش يعني ينفع بالطريقة القديمة بتاعتنا اللي هو هتبوش المحتوى الوحش بالفلوس فهيطلع ويبيع. لا، المحتوى هتعمل له بوش بالفلوس مش هيبيع، لكن عامل محتوى صح ومتنوع فساعتها هيبيع. وهنا انت محتاج تكون اصلا انت كونتنت كريتور عشان تكريت بقى كل شويه كونتنت، عشان لما ده اكسباير، لان انت خلي بالك النهارده المحتوى ليه صلاحيه، بتنزله بيشتغل شويه بعد كده بيضرب، خلاص ضرب منك مش جايب. فانت ما فيش بقى اسم زي زمان غير الاستهداف وغير مش عارف ايه واعمل ايه ولوكا لايك ومش لوكا. انت القصه دلوقتي هي اي اي، فاديله محتوى صح ومتصور صح، اكسباير يلا اديله اللي بعديه. فهي كده، فاللعبه دلوقتي لعبه صناعه محتوى.